الشيطان دائما يبتكر. عبارة من 3 كلمات اختصرت كل اللي هنتكلم عنه دلوقتي. الشيطان هنا مش الجن اللي عنده قرون وبيوسوس للإنسان، لأ، الشيطان اللي ورا حلقتنا النهاردة هو الإنسان نفسه، والضحية برضو إنسان زيه، بس كل ذنبه إنه ما عندوش القوة ولا السلطة اللي تخليه يغير وضعه من ضحية لجلاد. كتير من العصور البشرية في مختلف دول العالم اتبنت صور مختلفة من التعذيب على ايد الحكام. استخدمت ادوات وقف الشيطان احتراما واجلالا لجحود العقل البشري اللي اخترعها عشان يتفنن في تعذيب وذل انسان تاني زيه. تاريخ طويل من الايام السوداء على بشر كانوا بيشوفوا الموت كل لحظة. تاريخ اتكتب عشان يكون دليل وشاهد على العقول البشرية المريضة اللي مش بيفرحها غير منظر الدم والاشلاء والاجسام المتقطعة، ولا بيشغلها غير إنها تتفنن في صنع أداة تعذيب جديدة تعذب المحكوم عليه لأطول فترة ممكنة قبل ما تموته أو تقطعه. وهو لازم يشبع الطبيعة السادية والنزعة الشرسة اللي جواه. النهاردة هنتكلم عن جزء من وسائل التعذيب اللي كانوا بيستعملوها في القرون الوسطى. هتحس بريحة الدم، هتعيش كأنك سامع أصوات اللي بيتعذبوا وصرخاتهم. فلو قلبك جامد كمل معنا الفيديو. الفيرجن أو العذراء الحديدية هي أداة تعذيب كانت بتستخدمها محاكم التفتيش في أوروبا في القرن ال19 في العصور الوسطى. عبارة عن تابوت من الحديد بيكفي جسم إنسان بالغ، متثبت فيه مسامير وسكاكين حادة كبيرة اتصممت عشان تدخل في جسم الإنسان الضحية مع قفل وفتح الباب. وعشان كده كان الجلاد بيقصد إنه ما يقفلش الباب للآخر عشان الضحية ما تموتش على طول، إلا لو هو قصد ده. ما كانش الهدف من العذراء هو الموت بس، على قد ما كان هدفهم كمان قتل الإنسان بالهلع قبل الموت، لأنهم كانوا قبل ما يدخلوا الضحية التابوت كانوا بيخرجوا قدامه الهيكل العظمي بتاع الضحية اللي قبله، واللي كانوا بيقصدوا يفضلوا سايبينه عشان الجديد يعرف مصيره ويقدروا يستمتعوا بصدمته العصبية قبل ما يموت. الطور البرونزي. الطور النحاسي أو الطور البرونزي هو من أكتر أدوات التعذيب والإعدام بشاعة في تاريخ البشرية. كانوا بيستخدموه في العصور القديمة لتعذيب الأسرى أو المجرمين. بيتقال إنه تم استخدامه على إيد طاغية كان بيحكم جزء من صقلية في القرن ال16. هو مجسم تم تصنيعه من النحاس أو البرونز على شكل طور ضخم عنده فتحة واحدة بس بيدخلوا منها الضحية عشان يكون جوه الطور بالكامل، وبعدها بيقفلوا الباب عشان تبدأ رحلة العذاب الرهيب. لأنهم كانوا بيولعوا النار تحت الطور ده فيسخن النحاس ببطء، ومع الوقت وزيادة الحرارة يبدأ النحاس نفسه يطلع صوت صفير، بس مش بيبقى مسموع قوي من قوة صرخات الضحية اللي بيتعذب جوه الطور في مكان ضيق مش مسموح ليه بالحركة أو بالهروب. مع مرور الوقت والتطور خلوا الأداة دي معقدة أكتر، زودوا ليها أنابيب بتسمع منها صريخ اللي بيتعذب جوه الطور وكأنه صوت خوار طور هايج، وكمان كانوا بيخلوا دخان حريق الضحية بيخرج من عند مناخير الطور. يمكن أكتر حاجة عادلة حصلت في الموضوع ده إن الحاكم أمر إن مصمم الأداة دي يتم إعدامه جوه الطور النحاسي. الرف الخشبي. الرف الخشبي كان من الأدوات المرعبة اللي تم استخدامها في العصور الوسطى لتعذيب المعتقلين والمجرمين المسجونين في برج لندن، وهو قصر ملكي كانوا بيستخدموه سجن وقتها. كان بيتصنع الرف الخشبي من لوحين من الخشب اللي بيتقطعوا مع بعض في زاوية قايمة، يحطوا المعتقل بينهم ويترفع الرف لفوق برفع حديد، وده كان بيتسبب في تمدد جسم المعتقل بشكل مؤلم جدا.
بداية من القرن ال15 استخدم الحراس اللي في البرج الرف الخشبي، وكانوا بيربطوا ايدين ورجلين الضحية بحبال ويبدأوا يسحبوا الحبال دي، وده كان بيشد جسم الضحية ويخلع مفاصله. الرف الخشبي كانوا بيعذبوا بيه المشتبه فيهم في جرائم الخيانة والبدع الدينية عشان يخلوهم يعترفوا ويكشفوا عن أسماء باقي المتآمرين. الحمار الأسباني من أبشع أدوات التعذيب اللي تم استخدامها في محاكم التفتيش الأسبانية في القرون الوسطى. بيبقى عبارة عن لوح من الخشب واخد شكل حرف في مقلوب أو شكل هرمي كأنه ظهره حمار أو حصان، وكان بيبقى حاد جدا ومتثبت عليه مسامير. بيحطوا عليه الضحية وهو من غير هدوم تماما وإيده مربوطة ورا ظهره. بيبدأ الجلاد يربط حاجات تقيلة في رجلين الضحية، سواء أكياس مليانة رمل أو طوب أو كتل حديد، وبيتساب الضحية بالوضع ده بالأيام لحد ما في النهاية بيتقسم جسم الضحية لحد القفص الصدري نصين. عجلة التكسير أو عجلة كاثرين، تم اختراع الأداة دي في اليونان القديمة، وبقوا بيستخدموها في التعذيب على نطاق واسع لحد بداية القرن ال19. هي عبارة عن عجلة كبيرة بيتم ربط الضحية في حرفها على ظهره بشكل منحني واخد شكل العجلة، وتثبيته من ايده ورجله بأوتاد عشان يزيدوا الألم اللي بيبقى حاسس بيه. وهنا بقى يبدأ الابتكار في التعذيب. يعني مثلا ممكن يزقوا العجلة اللي مربوط فيها الضحية من فوق جبل صخري، أو إنهم يولعوا النار تحت العجلة ويدوروا العجلة فوقيها عشان يتم شوي الضحية المربوطة في العجلة ببطء. وساعات يدقوا وتد خشبي طويل يثبتوا عليه العجلة من فوق بالضحية لأكتر من يوم، فيبدأ الدبان والبعوض ينهش في جسمه المكشوف اللي بيبدأ بالتعفن تحت أشعة الشمس القوية. وأكتر الطرق رحمة لأنها تعتبر أسرعهم لما يوصلوا بالعجلة اللي عليها الضحية عجلة تانية زيها ويدوروهم مع بعض. مجرد ما تدور العجلتين مع بعض بتتقطع راس الضحية وبيطير جسمه أشلاء صغيرة. الكمثرى الخانقة، آلة من آلات التعذيب اللي اشتهرت في العصور الوسطى. كانت عبارة عن جسم معدني على شكل كمثرى متقسمة لشرايح بتبقى مقفولة لحد ما يدخلوها في بق الضحية، وبعدها الشرايح دي بتبدأ تتفتح عن طريق مسمار بيلف الجلاد. طبعا ألم البق وهو بيتقطع كان بيبقى رهيب. كانوا بيستخدموا الجهاز ده عشان يخلوا المعتقلين يعترفوا على زمايلهم، أو إنهم يعاقبوا الستات اللي تسببوا في إجهاض لنفسهم أو مارسوا السحر. مهدي يهوذا من أفظع وسائل التعذيب اللي استخدمتها محاكم التفتيش الأسبانية في القرون الوسطى. عبارة عن جهاز من الخشب على شكل هرم حاد جدا بيجردوا الضحية من هدومه بالكامل، بيقعدوه على قمة الهرم، بيربطوا ايده ورجله عشان كل ما يحرك رجله الألم يزيد أكتر. ساعات بيربطوا أوزان إضافية في رجل الضحية، وساعات بيحطوا زيت على الجهاز نفسه عشان يسرعوا اختراقه لجسم الضحية.
ممكن يستمر التعذيب ده من ساعات لأيام كاملة، لغاية ما منطقة الحوض للضحية تتقطع بالكامل. الخازوق وسيلة إعدام وتعذيب في نفس الوقت، ده إذا ما كانتش من أبشع وسائل الإعدام. بيتم اختراق جسم الضحية بعصاية طويلة من ناحية ويطلعوها من الناحية التانية. بعدها بيتثبت الخازوق في الأرض وبيفضل الضحية متعلق فيه لحد الموت. الخازوق بيدخل بطريقة تمنع الموت الفوري وبرضه بيمنع النزيف، وده معناه معاناة الضحية لأطول فترة ممكنة، ممكن توصل لساعات، ولو كان الجلاد شاطر ممكن توصل ليوم كامل. المؤرخ هيرودوت قال إن الملك الفارسي درايس الأول أعدم حوالي 3000 بابلي بالخازوق لما استولى على مدينة بابل، غير اللي تم إعدامهم بيه في القرون الوسطى في أوروبا. الحرق. الإعدام بالحرق يعتبر من أقدم العقوبات في تاريخ البشر، يمكن من قبل التاريخ كمان. كانوا بيربطوا الضحية في عمود من الخشب ويتحط تحته حاجات قابلة للاشتعال، وبعدين يولعوا النار فيها. الإعدام بالحرق تم استخدامه في كتير من الممالك القديمة، يعني أيام الدولة الرومانية تم إعدام الآلاف بالطريقة دي، وكانت دي الطريقة المفضلة لإعدام الستات اللي بيتم اتهامهم بتهمة السحر. السحق. طريقة إعدام كانت منتشرة في كتير من أنحاء العالم بس بطرق مختلفة. يعني مثلا في الدول الآسيوية كان بيتم باستخدام الفيلة، يثبتوا الضحية بحيث تكون راسه قدام الفيل ويستفزوا الفيل أو يخوفوه. عشان أول حاجة يعملها إنه يدوس على الراس اللي قدامه عشان يفجرها ويجري. الطريقة دي فضلوا يستعملوها لأكتر من 4000 سنة. الغلي. بيتم فيها تجريد الضحية من هدومه، بيحطوه في وعاء ضخم جواه سائل بيغلي. أحيانا بيحطوه جوه السائل وهو لسه بارد وبعدها يسخنوه وهو جواه. السائل ده ممكن يكون مية أو زيت، حمض أو قطران، وأحيانا كان بيبقى رصاص مسحور. الطريقة دي كانت منتشرة قوي في إنجلترا أيام الملك هنري الثامن. كرسي الحديد أو كرسي محاكم التفتيش كان بيستعمل في محاكم التفتيش الأسبانية وأوروبا في العصور الوسطى. عبارة عن كرسي حديد عليه 1300 وأحيانا 1500 مسمار في كل حتة فيه. بيتم تجريد الضحية من هدومه، بيقعدوه على الكرسي ويربطوه بالحزمة الجلد والحبال عشان ما يقدرش يتحرك، وساعات بيحطوا أوزان فوق جسمه عشان تضغط عليه لتحت. المسامير كانت بتتغرس في اللحم ويسيبوه لحد ما تنشف وبعدها يشيلوه منها الكرسي عشان يقعدوه تاني بعدها على طول. وده بيسبب الوفاة في مدة أقصاها 24 ساعة.
نيجي لمراحل تعذيب المرأة في معتقلات محاكم التفتيش. عشان الجلاد لازم يدرس كل جزء في جسم الراجل أو المرأة عشان يبدع في طريقة تعذيبه. فأول حاجة كانوا بيعملوها إنهم بيغتصبوها قبل ما يحطوها على الحمار الأسباني. وستات تانية تم قطع منطقة الثدي بمقصات كبيرة عشان يموتوا بالصدمة العصبية، أو ينيموهم على سرير مايل ويصبوا في بقهم الزيت المغلي أو الرصاص المسحور أو الجير الحي. من زمان قوي ودايما مسيرة الإنسان مرتبطة بتناقض قوي جدا: الهدم والبنى، الإبداع والعنف، الارتقاء وهو بيبني حضارات عظيمة، والانزلاق لأشد أنواع القسوة. وقتها كان العنف الجسدي بيتم على العلن قدام الجمهور، مش بس عشان معاقبة الشخص المذنب، لأ، لكن علشان يخلوا الرعب يدخل قلوب الكل. كان الهدف تثبيت فكرة السلطة المطلقة من غير أي محاولة للتمرد أو المعارضة، لأنها هتتقابل بكسر الجسم قبل الإرادة. اللي كان بيحصل في العصور الوسطى خلى الشيطان يسقف للإنسان ويرفع له القبعة احتراما وتقديرا.